أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن فلسطينيا في 25 من العمر قام بطعن إسرائيلي قرب محطة للقطارات في مدينة تل أبيب، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها بالغة، فيما قامت الشرطة باعتقال المنفذ. للمزيد معنا من القدس مراسلتنا داليا النمري. تلي إذا ما تفاصيل محاولة قتل المواطن الإسرائيلي قرب محطة القطارات في تل أبيب. نعم، تقول الشرطة الفلسطينية بأن شابا فلسطينيا قام بطعن شاب يهودي بسكين، وبأن جراح الشاب اليهودي التي نقل على إثرها للمستشفى هي جراح بالغة. وتم اعتقال الشاب الفلسطيني في شارع في تل أبيب وإحالته للتحقيقات. يقول الفلسطينيون بأن الشاب هو من سكان مخيم عسكر في نابلس، ويبدو بأن هذه العملية التي قام بها تأتي في نطاق الرد الفلسطيني على الممارسات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار فرض القيود على الفلسطينيين على دخول المسجد الأقصى، وأيضا حالة التوتر التي تشهدها مدينة القدس وأيضا مناطق داخل الخط الأخضر على مقتل شاب فلسطيني عربي من داخل الخط الأخضر على يد القوات الإسرائيلية، واستمرار الاحتجاجات داخل مدينة القدس، أيضا استمرارا على الاحتجاجات على السياسات الإسرائيلية. في الوقت ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستعمل بكل حذر لإيقاف جميع هذه العمليات، وهو يعيد أيضا نفس التهديدات التي كان أطلقها خلال الأسبوع الماضي بهذا الخصوص، وبأن إسرائيل ستستخدم القوة أيضا في محاولة لوقف هذه الاحتجاجات. نعم، إذن شكرا لك من القدس مراسلتنا داليا النمري.